تحب تقولوا ايه للشاعر اللي احتضننا كلنا النهارده؟ اقول له النهارده بجد المسابقه جميله والف مبروك، ودايما من نجاح لنجاح يا رب باذن الله. وانا شايفه الناس كلها مبسوطه يعني ما شاء الله. لا وكل خد حاجات كتيره كده جايه من السعوديه، هيبقوا مبسوطين. وانت تقولي ايه للشاعر؟ طبعا احب اقول دكتور فايز مهما قلت مش هقدر اعبر عن لا وطلع جيد اول حاجات كتير. لا قد ايه هو بيدي الفرصه للشعراء فعلا ان هم يعبروا عن شعرهم واحاسيسهم ومشاعرهم من خلال الكلمه الحلوه وعبق الكلمه وجمال الحرف. طبعا ده دور ثقافي مهم جدا 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 في العالم العربي كله. يعني النهارده عرس له فعلا؟ طبعا وبشكره يعني شكرا جزيلا بالنيابه عني وبالنيابه عن مصر كلها. شفت بقى هم قالوا عليك كلمتين حلوين، قول لهم بقى نفس الكلمتين اللي قالوهم عني. والله الكلام ما يكفي، الشعور والاحساس ما تكفي ولا تجزئ يعني تفسير لحبي لهم او لودي لهذه البلاد واهلها شعبها الغالي. احنا بنحب دكتور فايز وبنعزه جدا. لا ومسابقه فرسان العرب دي مسابقه جميله. هو بيحب مصر بطريقه بشعه يعني، فكل اللي بيحب مصر احنا بنحبه. شوفي بجد انا تعودت ان هؤلاء اخواني واخواتي ويعني اتحسس معهم مشاعر الاخوه والحب والوفاء والصدق. لا واتجوز مني عشان يبقى قاعد في ارضنا ما حدش هيمشي مني كده. الصح صح. تحيا مصر. تحيا مصر.